شدني دخلني صحة كنغوت صافي. المهم داني حتى وقف بيا لواحد الدار اللي من بعديني في تقدم. اللي هذيك الدار هي اللي غتكون هي السبب ديال الدمار ديال حياتي اون جينيرال. هي هذيك الدار اللي في تقدم. صافي ما في بدات المعاناه ديالي. هذيك الليله تكرفصوا عليا هو وصحابو بزاف لدرجه انهم حاشاكم تيسطروا الكوكايين فوق لافاس دياولي، معريني وتسطروا لي الكوكايين فوق لافاس دياولي، وتتقرقبوا وتضربوا عليا القراحي وتكرفصوا عليا من القدام ومن اللور، ولدرجه ان جاتني انفيسيون انا البوستيريور لارج لحد الان باقي تنعاني منها، ولحد الان باقي دماياتي لحد الان كيشرشروا من هذيك لا بيريود. سدوا عليا شهر هما تيتكرفصوا عليا، وصلوا لي لواحد الحاله نفسيه اللي ربي اللي عالم بها، ربي اللي مطالع. المهم تكرفصت حتى هربت مشيت نيشان عند راجلي في هذيك الحاله. قلت له المهم بلا ما نذكر سميتو، قلت له انا راه شنو وقع لي واش وقع لي. قال لي شوفي كوني هانيه، انا غادي نوقف معاك وسمحي لي، وانا راه انا قلت له بسببك بسبب با اللي جرى عليا، بسبب راجلي وبسبب با انا وصلت لهاد المرحله ووصلت لهاد الشيء اللي انا فيه. علاش؟ حيت في الاول انا كون لقيت واحد الاب اللي غيحضني وانا مطلقه، ولقيت راجلي ما يجريش، يعني كون ما نوصلش انا اصلا لهاد الشيء، ما غنوصلش ليه بصفه نهائيه. المهم ما عليناش. صافي تكرفصوا عليا شهر وما واحد الحاله راه ما نعاودش ليكم. جميع الانواع ديال اللي كتخيلوها في الاغتصابات كاينه، وانا كنطالب بالطب الشرعي يجي قلبني وانا كنتحدى اي واحد وجيو وقلبوني وشوفوا واش يعني تاكدوا راسكم باش تشوفوا انا هضرتي الحمد لله على صح. صافي مشيت من بعد هذاك الشهر، ما نقول شهر ونص شهرين، اكتشفت اني حامله. لو بروبليم اني يعني نعسوا معايا بثلاثه. انا الولد ما عارفاش ولد من انا هذاك الولد ما عارفاش ولد من. صافي حكيت لراجلي، قال لي شوفي انا غنتكلف بهذا الولد وغيكوني هانيه. صافي بقات لي ستوار بحال هكاك حتى ولات. المهم ملي ولات واخا كان ديجا هذاك حاشاك تعرض ليا وانا عندي في كرشي 7 شهور، كان ضربني قال لي غنهبط لك هذيك الكرش من كرشك غنهبطها لك. بقى كيضربني حتى تعوج ليا البيبي وجاتني هيموراجي ونعست تقريبا شي 2 موا. شدني دخلني صحه كنغوت صافي. المهم داني حتى وقف بيا لواحد الدار اللي من بعديني في تقدم. اللي هذيك الدار هي اللي غتكون هي السبب ديال الدمار ديال حياتي اون جينيرال. هي هذيك الدار اللي في تقدم. صافي ما في بدات المعاناه ديالي. هذيك الليله تكرفصوا عليا هو وصحابو بزاف لدرجه انهم حاشاكم تسطروا الكوكايين فوق لافاس دياولي، معريني وتسطروا لي الكوكايين فوق لافاس دياولي، وتتقرقبوا وتضربوا عليا القراحي وتكرفصوا عليا من القدام ومن اللور، ولدرجه ان جاتني انفيسيون انا البوستيريور لارج لحد الان باقي تنعاني منها، ولحد الان باقي دماياتي لحد الان كيشرشروا من هذيك لا بيريود. سدوا عليا شهر هما تيتكرفصوا عليا، وصلوا لي لواحد الحاله نفسيه اللي ربي اللي عالم بها، ربي اللي مطالع. المهم تكرفصت حتى هربت مشيت نيشان عند راجلي في هذيك الحاله. قلت له المهم بلا ما نذكر سميتو، قلت له انا راه شنو وقع لي واش وقع لي. قال لي شوفي كوني هانيه، انا غادي نوقف معاك وسمحي لي، وانا راه انا قلت له بسببك بسبب با اللي جرى عليا، بسبب راجلي وبسبب با انا وصلت لهاد المرحله ووصلت لهاد الشيء اللي انا فيه. علاش؟ حيت في الاول انا كون لقيت واحد الاب اللي غيحضني وانا مطلقه، ولقيت راجلي ما يجريش، يعني كون ما نوصلش انا اصلا لهاد الشيء، ما غنوصلش ليه بصفه نهائيه. المهم ما عليناش. صافي تكرفصوا عليا شهر وما واحد الحاله راه ما نعاودش ليكم. جميع الانواع ديال اللي كتخيلوها في الاغتصابات كاينه، وانا كنطالب بالطب الشرعي يجي
يجي قلبني وانا كنتحدى اي واحد وجيو وقلبوني وشوفوا واش يعني تاكدوا راسكم باش تشوفوا انا هضرتي الحمد لله على صح. صافي مشيت من بعد هذاك الشهر، ما نقول شهر ونص شهرين، اكتشفت اني حامله. لو بروبليم اني يعني نعسوا معايا بثلاثه. انا الولد ما عارفاش ولد من انا هذاك الولد ما عارفاش ولد من. صافي حكيت لراجلي، قال لي شوفي انا غنتكلف بهذا الولد وغيكوني هانيه. صافي بقات لي استواغ بحال هكاك حتى ولات. المهم ملي ولات واخا كان ديجا هذاك حاشاك تعرض ليا وانا عندي في كرشي 7 شهور، كان ضربني قال لي غنهبط لك هذيك الكرش من كرشك غنهبطها لك. بقى كيضربني حتى تعوج ليا البيبي وجاتني هيموراجي ونعست تقريبا شي 2 موا.